إذا السيدة وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه التغطية السريعة وإلى عملية إطلاق النار التي وقعت قبل قليل في بلدة حوارة. وكان مقاومون فلسطين أطلقوا النار باتجاه سيارة مستوطنين في بلدة حوارة، مما أدى إلى مقتل مستوطنين على الأقل بحسب التحديثات الإعلامية على المواقع العبرية. إغلاق شامل لبلدة حوارة جنوب نابلس في هذه اللحظات، وانتشار أمني كبير للجيش الإسرائيلي في المنطقة بعد عملية إطلاق النار. منفذ العملية انسحب من المكان، والجيش الإسرائيلي يغلق الآن بلدة حوارة جنوب نابلس ويشرع بأعمال تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم. مقتل مستوطنين إذن في عملية فلسطينية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والآن في هذه اللحظات المستوطنون يهاجمون بلدة حوارة جنوب